في صباح يوم من أيام فبراير في حي الرحمة بمدينة سلا وقع حدث صادم هز أركان المدينة بأكملها. جريمة بشعة راحت ضحيتها 6 ديال الأفراد من عائلة واحدة، والشارع كله ولا كيشهد حالة من الصدمة والرعب. في هذا الفيديو غادي نكشف لكم كل التفاصيل المؤكدة عن هذه القضية. حي الرحمة حي سكني هادئ في شمال سلا، صباح يوم السبت 6 فبراير 2021. حتى واحد ما كان كيتوقع ان هذا الحي الهادئ غيتحول لمسرح جريمه خايبه. الناس بداو نهارهم عادي، حتى واحد ما كان عارف شنو غادي يوقع. رجال الوقايه المدنيه وصلوا للدار بعد ما شافوا العافيه. ملي وصلوا لقاو 6 ديال الجثث، البعض محترق والبعض عليهم اثار جروح. المشهد كان مأساوي، خلى الجيران مصدومين بزاف. الضحايا كامل من نفس العائلة، من بينهم صغار وأطفال. المصادر الرسمية قالت أن الحدث كان قتل متعمد، ومن بعد جاء الحرق باش يمسحوا الأدلة. هذا النوع ديال الجرائم نادر بزاف، خلى المدينة كلها مصدومة. الشرطة المغربية بدأت التحقيق فورا، واستمعوا للجيران والشهود وداروا طبق أمني على الدار. والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأت جمع الأدلة. الهدف كان واضح، الوصول للجاني وتقديمه للعدالة. من بعد البحث اكتشفوا أن الجريمة دارها قريب من العائلة، وكان ساكن في الديار الإسبانية. بفضل التعاون الدولي شدوه تماك في إسبانيا وجابوه للمغرب للتحقيق. الجاني اعترف بكل شيء، والتحقيق كشف جميع الملابسات ديال الفعل المروع. المحكمة الابتدائية في سلا حكمت على المجرم بالسجن المؤبد، ومحكمة الاستئناف شدت نفس الحكم لاحقا. العدالة جات أخيرا باش تردع أي محاولة لتكرار هذه الجريمة البشعة. هذه كانت بعض تفاصيل جريمة حي الرحمة بمدينة سلا من البداية حتى الحكم. هذا النوع ديال الجرائم كيسبب صدمة كبيرة في الناس، وكيأكد أهمية الأمن والعدالة. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل قصص الجرائم الصادمة.